السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفتنا هتكون ايه؟ هنعمل البسبوسة، بس تركاية كده ايه بسيطة جدا هتشوفوها معايا دلوقتي. اول حاجة عملت ضربت بيضتين مع كيس من الفانيليا، وبعد ما ضربتهم نزلت عليهم بكوباية من السكر. تمام، فضلت اضرب فيهم لحد ما وصلوا للون الفاتح دوت. بعد كده نزلت عليها بنص كوبايه من الزيت. تمام، بعد كده ضربتهم، وبعد كده نزلت بكوبايه من الرايب. ممكن تستخدمي الكوبايه كلها حليب، وممكن تعملي نص حليب ونص زبادي. انا عملت كوبايه كلها رايب، المتاح ليكي استخدميه. تمام، كميه تمام كتير، بس معلش استحملوني. بعد ما ضربتها نزلت بكوبايه من جوز الهند المبشور الناعم دوت. انتي بقى لو جايبه الكيس البسبوسه اللي هو الجاهز ما تحطيش جوز الهند، ما تحطيش اي حاجه. لكن لو انتي عندك السميد السايب اللي هو مش بيبقى عليه اي اضافات خالص فتمام استخدميه. بعد كوبايه الجوز الهند حطيت كوبايتين من السميد، وكيس من البيكنج باودر، ورشه من الملح، وحطيت يعني كوبايه الا ربع من الدقيق. كوبايه الا ربع من الدقيق. دي كل المكونات بتاعتي اللي انا استخدمتها. تمام، بعد ما بحط السميد بتاع البسبوسه ما بضربش كتير. اول ما بحس ان المكونات كلها اختلطت مع بعض بوقف ضرب عشان الجلوتين اللي موجود في قلب البسبوسه. تمام، بعد كده جبت صينيه مسحتها بالزبده بالسمنه بالزيت. المهم ان انت تدهنيها كده الارضيه والجوانب باي حاجه عندك. وبعد كده جبت القشطه، اي نوع قشطه، انا وريتكم القشطه اللي انا استخدمتها. اي نوع قشطه بيكون موجود عندكم او بتجيبيه من بره اللي بتفضليه، وحطيتها في كيس كده او في قمع، وقطعت الجزء اللي قدام دوت علشان اعملها نظام كروهات. تمام، يعني اعملها شكل مربعات كده. عملتها بالشكل ده ودخلتها الفرن على درجة حرارة 200. النار من تحت بس، واخر يعني اخر ربع ساعة في السوا خليت النار من فوق عشان تاخد لون حلو. الشربات بتاعي عبارة عن كوباية ونص من السكر على كوباية من المية. اول ما بيغلي والسكر بتاعي بيختفي بحط عليه عصرة نص ليمونة. بيقعد كده حاجة بسيطة كده ايه غليان. بعد كده بحط معلقة من السمنة وكيس من الفانيليا وبغطيها وبسيبها كده تمام لحد تمام السوا للبسبوسة بتاعتي. البسبوسه هنا طلعت سخنه، الشربات بتاعي دافي. يعني البسبوسه سخنه، الشربات دافي. مش دافي اللي هو يعني سخن حاجه بسيطه، لا يعني سخن وسائب بيها. طالما البسبوسه بتاعتك اي طريقه انت عاملاها شربت معاكي المقدار بتاع الشربات بتاعك، يبقى كده هي ناجحه وما تخافيش. طالما بتشرب يبقى هي ناجحه معاكي الحمد لله. بعد ما طلعتها وسقيتها بالشربات على طول سبتها على جنب وغطيتها فوطه وسبتها لحد ما تهدى. كنت عاملاها قبل الفطار، سبتها لحد بعد الفطار مثلا لحد 9 أو 10. بعد كده قطعتها عشان تطلع معايا كل قطعة بقطعتها وما تبقاش مفرولة معايا وتبقى ماسكة نفسها وتبقى حلوة. ببدأ بقى ان انا اقطعها مربعات على شكل المربعات اللي انا عاملاها بالقشطة. تمام، بس بدأت بقى ان انا اطلع قطع كده زي ما انتم شايفين عشان اوريها لكم. هنا اقرب يعني وانا حطاها في الطبق اقرب عشان اوريكم قد ايه ان هي مرملة جدا. بصوا عاملة ازاي، مرملة 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 يعني. بجد جربوها تعجبكم جدا، الوصفة دي جميلة. البسبوسه الكراهات منتشره جدا على اليوتيوب، بس كل واحد وطريقته. هي دي طريقتي وهي دي الطريقه اللي انا بجربها. بصوا انا لحد اخر قطعه، لحد اخر القطعه وانا عماله بوريكم هي مرمله ازاي. وهنا الصينيه بتاعتي نضيفه. اشوفكم على خير في الفيديو دي، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.